السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. ربنا يثبتنا ان شاء الله ونكمل فيها ونفيد حضراتكم كل يوم بمعلومات جديدة في مجال طب السنان والمشاكل اللي انتم بتواجهوها، وكل يوم هنتكلم على حاجات بإذن الله تكون من الأسئلة اللي بتيجي على ايه؟ على بال حضراتكم. السؤال النهارده لو في حد من اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي عنده الحالة اللي انا هقولها النهارده دي، وعايز يعرف ايه حلها وهو المفروض يعمل ايه دلوقتي. لو انت عندك ضرسك مكسور ومكشوف وحاسس ان في خراج بدأ يطلع تحته، في غليان، في اي حاجه، المهم ان انت حاسس مش مرتاح او كده، وبدأ ما تحس ان الألم بدأ يسمع في الجنب كله، الحته اللي هي فيها السن او الضرس، فعايز اقول لك لازم تتوجه فورا لدكتور السنان. ليه؟ طب انا لو اتاخرت ايه اللي هيحصل؟ لو اتاخرت هتدخل في مضاعفات وهتدخل في حاجات، وزي ما قلنا في في الحلقه اللي امبارح لسه على طول كنا بنقول ان انت لما بتتاخر بيبقى العلاج بعد كده اصعب عليك انت. قبل ما يبقى الدكتور بياخد شغل كده، الدكتور كده كده بياخد فلوسه في الاخر وبيشتغل عادي، انما انت بيكون عليك الموضوع صعب، مش بتستحمله لان بتاخد جلسات اكتر وطبعا ليه تكلفه ماديه بتكون في نفس الوقت اعلى. فانت لو الحاله دي على كده عندك، بتحط بلسانك كده في ضرس مكسور ومكشوف وحاسس ان في خراج بدا يطلع تحته، او في حتى داير ما يدور اللثه ملتهبه، لازم تروح للدكتور فورا. الدكتور طب هيعمل ايه عشان تكون عندك فكره؟ بيعمل اشعه الاول، بعد الاشعه بيشوف اذا كان هيحتاج يعمل علاج جذور، علاج عصب يعني. الضرس المكسور خالص لو حالته سيئه جدا بيضطر ان هو يخلعه بعد ما بيديك كورس علاج الاول عشان يخفف الخراج من تحت، لان انت اصلا مش هيقدر، لو في الم جامد مش هيقدر الدكتور اصلا يخلعه لك طول ما في الم، لحد ما الالم ده يخف الاول. بيديك طبعا مسكنات ومضادات حيويه على حسب الحاله، ففي حالات معينه لازم يعني تتوجه للدكتور على طول. طبعا لو كان في شويه كويسين او لسه ممكن انك تكمل عليه، بتعمل ايه؟ ممكن بعد كده ترجع تبنيه تاني وتعمل له طربوش ودعامات وكلام زي كده. لو عندكم اي اسئله واستفسار سيبوه لي في التعليقات تحت، ان شاء الله ارد واعمل لكم حلقات عنه ان شاء الله. ولو عايزين تقترحوا عليا عنوان الحلقه الجايه اكتبوه لي في الكومنتات تحت. السلام عليكم.